ليلى عبد اللطيف قالت أرى الأجواء الرياضية بتشتعل بالفرحة من جديد في شوارع المغرب، والمغاربه فعلا شافوا، لكن داكشي اللي ما شافوش هو شكون حرك الخيوط باش هاد القرار ديال الكاف يخرج في هاد التوقيت بالضبط. كاين ماتش خفي كيتلعب مورا ظهرك، ولا ركزتي مزيان معايا في هاد الدقائق غتفهم كيفاش ولات الفرحه احسن مخدر. ندخلوا في الموضوع. عمرك سولتي راسك علاش ديما ملي كتكون شي ازمه ولا قرارات قاصحه بحال الزياده في المازوت والمواد الغذائيه سبحان الله كيتزامن معها حدث رياضي كبير؟ البارح غضب، احتجاجات واحتقان شعبي، كل يوم في اقل من 24 ساعه طرحه هستيريه كتعم الشوارع. هادشي راه ماشي صدفه، كاين واحد المفهوم خطير سميتو البرمجه العقليه. تكرار الاحداث زائد التوجيه الاعلامي كيساوي برمجه اللاوعي ديال الشعب. ملي شافوا الاحتقان وصل لدرجه الغليان خرجوا ليك بهذا القرار ديال الكاف. واش ديك الماده 84 عاد طاحت عليهم من السماء؟ واش ما كانوش عارفينها نهار سحبات السنغال وصفر الحكام؟ اكيد كانوا عارفين، لكن خلاو القرار تلبى باش يعطيو للشعب رضاعه يسكت بها. فرحه مؤقته كتنسيك في معدلات البطاله والاسعار اللي شعله فيهم العافيه. حتى دوك المؤتمرين والصفحات الكبرى اللي غبروا ما بقاش بان لهم الاثار نهار تقاس تجيب المواطن، فجاه بانوا كاملين كيطبلوا ويغيطوا في الوقت اللي بغاوهم يبانوا فيه. والمصيبه الكبرى من هادشي كامل هي ملي الحكومه بغات تمتص الغضب خرجت بقرار دعم مهني النقل مزيان، ولكن منين جابت هاد الفلوس؟ من خزينه الدوله، يعني من جيبك وجيبي. وعلاش المهنيين بالضبط؟ حيت هما هاد اللوبيات مهيكله، عندهم نقابات يقدروا يحبسوا الحركه ويبلوكيو البلاد. فشنو داروا؟ مشاو شراو السكات ديالهم فلوس الشعب وخلاو المواطن البسيط والناس اللي خدامين في القطاع الغير المهيكل اللي ما عندهم لا نقابه لا والو يواجهوا مصيرهم بوحدهم. وهنا كيكمل هاد السكرايت اللي كاتبينه لينا بواحد الفخ قديم: إلهاء الشعب في صراعات خاوية مع الجيران. دابا غيبدا الإعلام ديال الجزائر يهضر على الكولسة، والإعلام ديالنا غينوض يرد، وغندخلوا عاوتاني في حرب القفطان والزليج ديال من. وفي الوقت اللي حنا مضاربين فيه في السوشيال ميديا على الكرة، كاين دول العالم هربوا علينا، طوروا الذكاء الاصطناعي، صوبوا روبوتات كدير عمليات جراحية دقيقة، روبوتات ولات مهندسين وكدير المحاسبة، وحنا باقيين حاصلين مع الماتش. انا مغربي وفرحت ملي ربحنا، ولكن هاد الفرحه ما خصهاش تعمينا على الواقع. الذكاء الاصطناعي والمستقبل ما غاديش يتسناونا، لذلك سول راسك ديما واش انا اللي كنختار المواضيع اللي كنهضر فيها ولا هما اللي كيختاروا لنا السكرايت.